كتير قوي بيجي لي في العياده ناس تشتكي من حد معين، مثلا خطيبها، تقول لي يا دكتور ده نرجسي. المفاجاه ان الشخصيه النرجسيه وبقيه اضطرابات الشخصيه اللي كانت ليها اسماء زي كده اتلغت من 2022. ايوه، ده تشخيص قديم. اضطرابات الشخصيه دلوقتي ما بقتش تتقاس الا على اساس اكتر من عامل في الشخصيه، اللي هم ببساطه قد ايه الشخص ده عنده مزاج سلبي او سيء، قد ايه الشخص ده اندفاعي، قد ايه الشخص ده بيحب التفاصيل ومحاسبه، قد ايه الشخص ده ضد المجتمع وعنيف، واخيرا قد ايه الشخص ده مش بيتحكم في افعاله. بنقيس ال5 مناطق دول في الشخصيه، وهنا بنعرف الشخص اكتر ايه المشكله اللي بيعاني منها في اضطراب الشخصيه. اما فكره الشخصيه النرجسيه والشخصيه ضد المجتمع، كل التقسيمه دي اتلغت، لان بكل بساطه لقوا ان اغلب الشخصيات مش بتتحط في تقسيمه معينه، هي اكتر بتتقاس على النطاقات الواسعه. عشان كده مش كل واحد بيشتكي من مديره ولا جاره ولا صاحبه يديله تشخيص، العكس هو الصحيح. لما يكون في حد شايف ان شخصيته مش قادره تتكيف مع الواقع او مع اللي حواليه، يعمل تقييم لصفاته الشخصيه، سماته الشخصيه، عشان لو عنده اضطراب في الشخصيه نقدر نشوف المشكله فين بالظبط ونعالجها، ويقدر يبقى اكثر سعاده بعد هذه العلاج. صحتنا النفسيه نعمه، خلينا نحافظ عليها.